هذه الجلسة. سعادة ممثل قطر، تفضلوا. شكرا جزيلا، وبعد إذنكم سأتحدث بالعربية. الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر جميع الدول والمنظمات الأممية القائمة على اجتماع اليوم الذي يكتسب أهميته من أهمية البلد الذي نناقش مأساته، السودان. هذا البلد العزيز على قلوب جميع العرب، هذا البلد العريق والكبير الذي يطل على أحد أهم الممرات البحرية، والذي تمتد حدوده مع عدد من أكبر الدول الأفريقية، مما يكسبه أهمية استراتيجية، كما يجعل آثار وتداعيات الحرب فيه كارثية على منطقة القرن الأفريقي برمتها والمنطقة العربية عموما. عندما اجتمعنا في نفس هذا المكان من العام الماضي، كان يحدون الأمل أننا لن نجتمع مجددا إلا وقد وضعت الحرب أوزارها، وأننا ربما اجتمعنا لتداول خطط التنمية وإعادة ترميم ما خلفته هذه الحرب الدامية، ترميم الحجر وترميم البشر كذلك. فما تخلفه هذه الحرب لا يقتصر على البنى التحتية والمستشفيات والمدارس، بل فقد وتهجير واعتداءات مفزعة تشيب لها الولدان. في الزيارة الأخيرة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية للسودان، حذر من استهداف القطاع الصحي الذي يشارف على الانهيار، إذ أشار إلى توقف 70 إلى 80% من المرافق الصحية عن العمل. يعتبر اللجوء في السودان أكبر مأساة لجوء قائمة اليوم على مستوى العالم، كما أن النظام التعليمي في السودان قد تعطل بالكامل، مما يجعل هذه أكبر نسبة للأطفال خارج المدارس، حيث تقارب 100%. ولنا أن نتخيل أن هذا البلد الزراعي الذي يجري النيل فيه يتضور أبناؤه جوعا، فبحسب إحصائيات منظمة الغذاء العالمي هناك 14 مليون إنسان في السودان يعانون من الجوع الحاد، كما أن 13 منطقة على حافة المجاعة. أما المرأة السودانية الكريمة العزيزة فتدفع أثمانا مضاعفة بسبب اعتداءات مجموعات تحركها الأثمان البخسة من المال، مجموعات خارجة عن القانون والأخلاق والسلوك الإنساني القويم. إن للحرب في السودان مسارين، سياسي وإنساني، ومن المهم المضي بفاعلية وسرعة شديدة في كليهما. وإننا في دولة قطر نخشى أن يتحول ملف السودان إلى مجرد ملف روتيني، وأن يتم تحويل الأشقاء الكرام في السودان إلى مجموعات من اللاجئين، فيتم اختزال التعامل مع هذا الملف المحوري في بعد واحد، وهو المساعدات الإنسانية. وإننا في هذا السياق نثمن عاليا الجهود السياسية المهمة التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية من خلال منبر جدة، ونجدد دعمنا له. كما أننا نثمن عاليا الجهود التي تقوم عليها جمهورية مصر العربية في هذا الملف، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، فبين مصر والسودان جغرافيا وتاريخ وأواصر من الأخوة لا تحتاج منا بسطا أو شرحا. السيدات والسادة، إننا إذ نؤكد على أهمية الإسهام في إعادة ملف السودان إلى الأجندة الدولية ووضعه في مكانه الصحيح على قائمة أولويات المجتمع الدولي، فإننا في دولة قطر نود التأكيد على مجموعة من المبادئ التي يفترض أن تشكل الأسس التي تقوم عليها أي مقاربة دولية للملف السوداني. المبدأ الأول هو المحافظة على سيادة جمهورية السودان ووحدة وسلامة أراضيه، والمحافظة على مؤسساته الوطنية. المبدأ الثاني هو تحقيق مصلحة الشعب السوداني الشقيق، والتي تبدأ بحقن دمائه واستعادة أمنه في وطنه وتوفير احتياجاته، والعمل على تحقيق تطلعات شعبه المشروعة في وطنه. المبدأ الثالث هو وقف التدخلات الخارجية التي أسهمت في إشعال فتيل هذه الأزمة ابتداء، ولما تزل تسهم في إشعال الحرائق بدل إطفائها. أما على المسار الإنساني فقد عقد مؤتمران للمانحين، الأول في جنيف عام 2023 شاركت في تنظيمه كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية،
والجمهورية الألمانية، ونتجت عنه تعهدات بقيمة 1.6 مليار دولار. نتطلع إلى أن تستكمل الدول الوفاء بها لدعم السودانيين في الداخل وفي دول اللجوء. أما المؤتمر الثاني فقد عقد في باريس، وبلغ مجموع التعهدات فيه حوالي 2 مليار يورو. أيضا نتمنى أن تسارع الدول إلى تفعيل هذه التعهدات الجديدة، لا سيما لدعم السودانيين في الداخل. بلغ مجموع مساهمات دولة قطر للسودان الشقيق منذ اندلاع الحرب 75 مليون دولار أمريكي من خلال صندوق قطر للتنمية، كما أسهمت الجمعيات غير الربحية في قطر مثل قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري بما يتجاوز 21 مليون دولار إضافية. وليست هذه منة من أحد، وإنما هو الواجب الذي تحتمه الإنسانية وأواصر العروبة وقيم الإسلام الحنيف. واسمحوا لي في الختام أن أشارككم هذه المشاهد البسيطة التي وقفت عليها من خلال العمل على الملف الإنساني في السودان وفي غزة كذلك. فعندما زرت بورت سودان هذا العام وتجولت في المنطقة وزرت المستشفيات هناك، لفتني أمر تعجبت منه وأكبرته، إذ لا يزال السودان رغم ظروف الحرب والتدمير للبنى التحتية والمنازل ورغم نقص الغذاء والدواء يستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين الذين كانوا موجودين أصلا قبل الحرب. احتضنهم السودان وأهله قبل الحرب معززين مكرمين، واستمر هذا الكرم وطيب النفس حتى بعد الحرب. وأما فيما يرتبط بسياق غزة فقد قابلت أعدادا من أهل غزة الكرام عجل الله لهم بالفرج، لأفاجأ أن كثيرا من الأطباء هم خريجو السودان، وأن السودان كان يستقبل الأشقاء العرب من شتى الأقطار ويمنح المنح الدراسية ويعامل العربية معاملة السوداني في الدراسة والعلاج وغيرها من مناحي الحياة بكل شهامة وأصالة ومحبة وبكل تواضع وهدوء وصمت.